تخيلوا معايا كيكة برتقال طالعة لسه من الفرن حالا. ريحتها جميلة ومالية البيت كله، وعليها صوص برتقال بيخلي الطعم جنة، بجد مش طبيعي. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة البرتقال دي خطوة خطوة وبطريقة بسيطة جدا تضمن لك نتيجة مظبوطة وهتبهرك من أول مرة. ولو الكيكة بتفشل معاكي دايما هقولك على شوية نصايح وتركات شوفيها في اخر الفيديو. مستحيل الكيكة تفشل معاكي تاني. ويلا بينا نبدأ، وما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك للقناة علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. شايفين بقى الكيكة وجمالها وطعمتها بتلمع؟ شايفين اهو الوش بتاعها بيلمع بسبب الصوص اللي احنا حطيناه عليها. ده بيخلي طعمها يعني مش كيكة برتقان بقى عادية كده، لا 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 خالص، بتودي طعمها. عارفين بتعمل ميكس مع مع الكيكة هي كيكة بالبرتقان، بس هي مدية طعم غنى اكتر، ومخليه تحسي ان انت ايه مش عارفه تاكلي حاجه حلوه قوي قوي. يعني عايزه اقول لكم كل ما هيبقى عندكم برتقان هتقوموا تعملوا نفس صينيه الكيكه ومش هتشبعوا منها، وحرفيا هتخلص من اول ما تطلع من الفرن. انا هنا استخدمت 3 برتقانات. 3 برتقانات دول عملوا معايا كوبايه، ودي اللي انا عايزاها. انا محتاجه كوبايه من البرتقان، كوبايه الشاي العاديه. باخد بقى البرتقال بتاعي بغسله طبعا كويس لان انا ببشره، انا عايزه البشر بتاع القشره اللي هي الخارجيه. وطبعا عايزه اقول لكم ان احنا هنبشر كده بالشكل ده، بس ما نوصلش للابيض. الجزء الابيض اللي تحت القشره انا مش عايزه اوصل له ويطلع في البشر بتاع البرتقال. انا عايزه القشره الخارجيه اللي هي الملونه بس، والقشره اللي جوه انا مش عايزاها، لاني لو دخلناها وبشرنا جامد قوي القشره اللي جوه دي بتدي مراره في الكيكه، مش عايزين الكيكه تبقى مره. انا عايزه بس زي ما قلت لكم من بره. بعد ما بشرتهم بقى هما ال3 برتقانات دول، بركن بقى البشر بتاعي على جنب وباخد البرتقان بتاعي اعصره لحد ما يعمل معايا كوبايه. هاتي بقى الخلاط بتاعك وهتحطي فيه كوبايه عصير البرتقان، عليها كوباية من السكر، عليها كوباية من الزيت. هنضرب بقى الكلام ده كله كده في الخلاط، وعليهم بقى شايفين بشر البرتقال اللي احنا بشرناه على جنب، وكيس من الفانيليا البودرة او فانيليا سايلة اللي عندك. عليهم بقى هنا التركية نص كوباية من بودرة الكريم الشانتيه. ونضرب الكلام ده كله بقى في الخلاط، نضرب كويس جدا لحد ما تلاقيه تقل. هو ده الشكل بتاعه، بيبقى ولا تقيل ولا خفيف. بركنه بقى على جنب كده. وبعدين معايا هنا بيضتين، بضيف البيضتين على الخلاط وبضرب بقى كويس قوي. خطوة البيض لازم مثلا حوالي 3 دقايق هنفضل نخلط فيه في الخلاط لحد ما هتلاقيه عمل زي رغاوي كده على الوش. بنسيبه على جنب ونيجي هنا للدقيق. معايا كوباية ونص من الدقيق، بنخل الدقيق كويس، عليه كيس بيكنج باودر. لو عندك بيكنج باودر سايب تقدري تحطي معلقة كبيرة من البيكنج باودر، عليها رشة ملح، ونبتدي نقلب المكونات الجافة كلها مع بعض. وبعدين بجيب بقى الخليط بتاعي بنزل بيه على الدقيق، وابتدي اقلب الدقيق بتاعي واخلطه كويس مع بعضه علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. شايفين ريحتها حلوة قوي قوي. عايزه اقول لكم تركه الكريم، بودره الكريم شانتيه اللي حطيتها هي دي اللي بتخلي طعم الصوص خطير. هتجربوها بجد بنفسكم. دي احلى صينيه كيكه بالبرتقال هتعملوها، واي حد هيدوقها هيسالكوا عملتوها ازاي. ده كده شكل الخليط بتاعي بقى جاهز، مبقاش فيه اي تكتلات خالص. بجيب القالب بتاعي ده القالب الوسط، بحط بس شوية زيت صغيرين، وببتدي ادهن القالب كده بالزيت علشان الكيكة لما تستوي ما تلزقش في القالب. طبعا لازم ندهن زيت، دي خطوة مهمة جدا. وكمان تقدروا تبطنوه بالدقيق. وبعدين بنزل بالخليط بتاعي في الصينية، وبكون مشغلة طبعا الفرن قبلها. الفرن بتاعي بيبقى سخن على 180، بدخلها رف وسط، بتقعد يعني من 30 دقيقة لحوالي 40 دقيقة تستوي.
شايفين كده هي لسه طالعه من الفرن كلها سوا واحد، مظبوطه السوا بتاعها مظبوط. كمان هقول لكم على النصايح وشويه نصايح وتركات زي ما قلت لكم في اخر الفيديو. ببتدي اجيب بقى كده العصايه بتاعه الشيش طاووق، اخرم بيها الكيكه، وبعدين انزل بالصوص بتاع البرتقال من فوق. علشان ليه بعمل اخرام كده في الكيكه؟ علشان لما انزل الصوص تلاقي الكيكه كلها اتشربت بالصوص البرتقال ده. هتلاقيها كلها شربته زي ما انتوا شايفين، كنت مقطعوها مش باين خالص، بس اللي يقطم منها اول قطمه هيقولك انت عملتي الكيكه دي ازاي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ده كده بعد ما شربت الصوص. نيجي بقى لشوية النصايح اللي قلتلكم هقولكوا عليها في اخر الفيديو. لو الكيكة بتفشل معاكي دايما، مستحيل بعد ما تسمعي شوية النصايح والتركات دول تفشل معاكي تاني ابدا. بصي يا قمر، اهم حاجة قبل اي حاجة خالص لازم البيض يتضرب كويس جدا مع السكر. يعني مش ضربة كده وخلاص، مش اول ما تضربي تعملي الخلاط وتوقفي، لا احنا محتاجين من 3 4 دقايق كده نضرب البيض كويس علشان يختلط بالسكر، اهم حاجة. وهتلاقيه عمل زي فقاعات كده هوا من فوق، هتبقى شكلها باين قوي، وهتلاقي الخليط فتح معاكي. فده مهم جدا، لازم نفضل نضرب في البيض لحد ما الخليط يفتح، هيبقى لونه فاتح، انت هتلاقي لونه فتح وبقى كريمي كده. ده اللي بيخلي الكيكة هشة ومش تقيلة، هتلاقيها مفرغة زي ما انا وريتك كده. فده اهم حاجة. نيجي بقى لتاني حاجة، عصير البرتقال. لو جبتيه طازة البرتقال كده وعملناه زي ما احنا عملناه وعصرناه سوا، يعني بيبقى فريش. انما بقى لو بلاش بقى عصير المعلب، ما تجيبليش عصير معلب وتيجي تقولي ايه هعمل الكيكة بيه، لا هيبوظ الطعم خالص وهيخليها مش حلوة زي الكيكة اللي طالعة فريش. نيجي بقى للسر التالت اللي مفيش حد بقى هيقولك عليه، الدقيق. اما تيجي تنخليه حاولي تنخليه مرتين وتلاتة واربعة، هتلاقي بيفرق معاكي في حتة تانية. هنا طبعا عشان التصوير انا ما بفضلش انخل فيه او كذا مرة قدامكم، انا بنخله بالتلات 4 مرات، بيخلي الكيكة هشة جدا. وكمان يعني بتخلي الهواء يفضل جوه الكيكه. اما نيجي نعمل الخليط ونقلبه كده هو مع بعض في الدقيق، نقلبه بالراحه، ما نقلبش جامد قوي علشان الهواء يفضل جوه وتطلع هشه زي ما انتي شايفاها كده. واهم حاجه بقى لما تدخلي الكيكه تستوي في الفرن، ممنوع تفتحي الفرن عليها وهي بتتخبز. ليه؟ انا عارفه الفضول بقى، انا عارفه ان الفضول هيبقى بيقتلك عايزه تشوفي الكيكه، بس مش نكون مدخلين الكيكه من 5 دقايق ونفتح نشوف الفرن، لا. عشان تفتحي عليها سيبيها اول 20 دقيقه، بعد كده ابتدي افتحي يا ستي. والفضول بتاعك يعني اتفضلي افتحي الفرن بتاعك وشوفي صينيه الكيكه، مع انها مش هتكون لسه استوت بعد 20 دقيقه، بس اول 20 دقيقه سيبي الكيكه جوه الفرن الحراره موزعه عليها على الصينيه كلها وهي بتتخبز. اول ما تفتحي هتهبط منك وهتزعلينا كده منك. فيعني اخر لمسه بقى بعد ما بتخلصي واستوت الكيكه الحمد لله واطمنتي عليها، بلاش تطلعيها من الفرن، هتطفي الفرن تمام وهتسيبيها 5 دقايق جوه الفرن وهو مطفي. ليه بقى؟ علشان ما تهبطش. سيبيها دقيقة هتلاقيها كده بقت طرية وناعمة كأنها اسفنجية خفيفة، هتطلعيها من الفرن وكده بقت جاهزة. تسيبيها تبرد عادي وبس كده هيطلع معاكي احلى كيك ناجح. اعملي نفس اللي انا قلتلك عليه، مستحيل الكيك يفشل معاكي تاني. وساعتها بقى قولي الله عليكي يا ست لونا.